عقليا عن الرجل بقوتها الجسمانية والعقلية تقل عن الرجل حتى لا تكون هي لا قائدة. تقل ولكن عن اسمح لي الرجل. دكتور فاروق، يعني في ظل احتكار الرجل لعملية صناعة القرار حتى في داخل احتكار الأسرة، دي ثقافة حضرتك. كيف يمكن وبعدين للمرأة من أن يتخذ تحصل هذه القرار؟ الحقوق؟ يعني دي ثقافة تقاليد موجودة في المجتمع نشأنا عليها. حضرتك. دلوقتي إذا الثقافة تعترف بأن التقاليد تقف في وجه المرأة لتحصيل حقوقها. هناك فرق بين التقاليد والثقافة أساسا. الثقافة هي الفكر الموجود في المجتمع السائد. هذه الأفكار اللي بينشئها واللي بيحطها في الأولاد إيه؟ كما تفضلت الأستاذة ليلى، قالت إن الأم بتفضل الولد عن البنت. مش بس الأم، وبالتالي الأب أكثر. أيوة، بس الأم هي المؤثر الأساسي حضرتك. الأم هي عماد البيت في سياق ليس المجتمع يا الرجل. دكتور. لو أعطوه الأم معلش هي يا اللي دكتور. بتربي في الولاد، سياق ما هياش مش لا الراجل. هي بتربيه في سياق المجتمع. يعني انا بربيه وعندي اولا بدايه احيانا بيكون انجاب الذكر هو غيري ثقافتها حضرتك. هو الاساس اللي خلاها تقعد في البيت، لا يتجوز عليها ولا يطلقها. يعني فبالنسبه لي ابني ده شيء يعني لو حضرتك بصيتي خرافي. هتلاقي المسائل بتتغير. هو اللي ليه انتوا بيتغير. مستعجلين؟ غيري الثقافة، أنا ادي فترة شخصياً للمجتمع أن يغير يا الثقافة. دكتور انا مش ضد حضرتك. وأن كل تتبوأ هذه المرأة. الفترة أنا عايزة أسأل الماضية يا حضرتك دكتور سؤال لم واحد تكن يعني. كافية لتغيير هذه الثقافة برأيك؟ كل لا، هذه السنوات تغيير الفكر يعني يأخذ انظر وقت. إلى أوروبا وأمريكا أين وصلت في عارفة ليه قضية تحرير عارفة ليه ما المرأة. بينجحش التغيير؟ لأن المنظومة هنا بقت منظومة انتقامية، مش ما هياش انتقام. منظومة تغيير ثقافة. يعني طيب كل المتجه الآن خليني هو أشرك السيدة هاتون من يعني من الرياض. معلش بس في نقطة. هل هناك يعني نزعة انتقامية كما يقول الدكتور فاروق لطيف حين تخرج المرأة وتطالب بكل هذه الحقوق؟ هل في السعودية تحسون بأن هناك هذه النزعة الانتقامية من الرجل؟ لا، من المرأة مش الرجل. من المرأة ضد الرجل. لا، هي عندها تعالي. أنا هي لا أعتقد تريد أن أن يعني تدخل المسألة مرتبطة بمن يعرف من يعرف مسألة الانتقام. فهذه عندما نقول أنه المرأة تريد أن تنتقم من الرجل، فبالدرجة الأولى هذا بيكون من وجهة نظر الرجل. عندما يجد أن المرأة تريد أن تزاحمه أو تريد أن تأخذ حقها في الحياة العامة مثلا أو في البيت أو في غيره، فيعتبر أنها تريد الانتقام منه، لأنه غير معتاد على أنه حدوده أو أنه سلطاته الغير محدودة أنها تناقش. فما أعتقد أنها هي مسألة أنها هي تريد الانتقام قدر ما هي مجرد أنها هذه طريقة وصف للحقوق التي تحاول أن تصل إليها. وهذه المسألة غير يعني ظاهرة في السعودية، نظرا لأنه ما زالت مقاليد الأمور كلها في يد الرجل. ما رأيك دكتور؟ هذا هو ده الإحساس المتوارث بالقهر. لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من إحساس متوارث بالقهر إلا بعد مضي الوقت وبعد تكوين تصور وخيال لكيف يجب أن تكون المرأة في المجتمع. المسألة مش مسألة تشالنج مع الرجل، المسألة مسألة أنا عاوز إيه وأنا حققه. إنما القضية بقت الآتي إيه؟ أنا عاوز إيه أعمله في الرجل، لأنه هو الرجل هو السبب فيما حدث لي. الرجل مش هو السبب. لا أظن أنه هذه النظرة يعني صحيحة. انظري نظرة حضرتك. معلش ممكن بس أشرح النقطة بتاعتي. ترد عليك لا دكتور، وبعدين ترد عليك فابيولا. النظرة غير صحيحة. أنت تقول اشمعنى دلوقتي جاية المرأة تقول حقوقي؟ لأنه المرأة تعلمت، المرأة تثقفت، المرأة بقت تشعر بهذا القهر النازل عليها. كون لها خيالها بتاعها بقى وتغير. لا، ما بيكونش خيالها. أسألك سؤال، المرأة الريفية بتعمل إيه من الصبح لآخر الليل والراجل قاعد مرتاح؟ إيه رأي حضرتك إن المرأة الريفية هي المتحكم في البيت مش الرجل؟ من حقها، لأن هي اللي صايرة قوامة. يعني ربنا بيقول، هو يقول أنا رجل، ليش المرأة ما تشارك؟ إذا الله يقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، إذن الرجل الآن ما يقوم في واجبه. المرأة لازم تشارك في مصروف البيت وفي مصروف الأولاد، ولازم هي تجيب البيت وهي تجهز البيت. هذا مش من شأن المرأة، هذا من شأن الرجل. غيري المنظومة الثقافية. هذه إحنا اللي نبيه المساواة. هذا مش من وظيفة المرأة أن تغير المنظومة الثقافية. المساواة بمين حضرتك؟ المساواة بمين؟ اسمحوا لي بس دقيقة، تسمحي لي سيدة ليلى. فابيولا. يا دكتور أنا هقول لحضرتك حاجة. حضرتك شايف إن في عنف بيقع على الراجل دلوقتي من قبل المرأة، وإن المرأة بتنتقم والمرأة بقت عنيفة. أنا شايف التوجه الثقافي في المجتمع الذي نعيش فيه الآن ساب مسألة كيف تكون المرأة، كيف تتبوأ بالمقدرة بتاعتها الحالية المرأة في المجتمع وفي الحياة، إلى أن المسألة مسألة أن الراجل واخد حقوق أكتر.
كويس. هذا خطأ. هو هقول لحضرتك المنظور حاجة. يجب أن يكون تاريخيا مختلفا عن ذلك. ودينيا وثقافيا هو واخد حقوق أكتر. هو الله يسهله. أنا هسأل حضرتك سؤال. نتيجة شعور حضرتك ببعض القهر واقع على الراجل، سواء كان صح أو غلط أنا ما عنديش فكرة، قمت حضرتك كونت جمعية تدافع عن حقوقه. لا ده في الاول، ده المرحله الاولى. ماشي، خلينا نمشي بس احنا لسه في مراحل كمان. خليها تكمل فكرة بس اكمل حضرتك. اوكي. الست النهارده بتعمل جمعيات من سنين، النساء بتطالب بحقوقها. كويس. حضرتك حتى شايف انه ده الجمعيات النسائيه ما بتقومش بدورها. لا. لما حضرتك تعمل جمعيه، لان حضرتك بتقول رغم ان الاحصائيه مغالط فيها ومبالغ الى اخر ده كله، 38% من الرجال في مصر بينضربوا. يعني لو في هنقول 10 مليون متجوزين، ماشي، من عينة البحث. على فكرة حضرتك الكلام اللي منشور مش من عينة البحث وبرضه، ولكن لما نقول حضرتك ان 38% من عينة البحث، ودي ما اعرفش يعني، ما عنديش فكرة هم بينضربوا ليه او بعد ما بينضربوا بيعملوا ايه يعني، ما عنديش فكرة. بيقعدوا براحتهم بيمشوا، ما اعرفش يعني. لا بيقعدوا. بس قمت حضرتك اسست جمعية، ده يديني الحق لانه 99% من العينة اللي حضرتك، يعني انا متاكده عملت دراسه عليها، مش انا اللي عاملها، ايا كان، ده المركز القومي للبحوث. بلا فاصل. العينه اللي حضرتك استعنت بيها، المركز القومي للبحوث، 99% من النساء هم مقهورات منذ الولاده، منذ ان ولدت. هي مقهوره لانها انثى، هي مقهوره بالختان في بعض البلاد، هي مقهوره بالمعامله. ده وجهه نظري. لا لا لا، دي الاحصائيات حضرتك. ليه سميتيها مقهورة؟ مصر هي الدولة الأولى في المختونات في العالم. باردون، ليه أنت حضرتك بتسمي هذه المسألة قهر؟ هذه منظومة اجتماعية، أسميها إيه؟ منظومة ثقافية كانت سائدة في وقت من الأوقات. نريد أن نغيرها. يعني تسمح لي فأنا أستطيع أن لماذا حضرتك لا تقبل تغير المنظومة الثقافية لأن صالح المرأة قد تغيرت في صالح المرأة؟ يعني طبيعي. هناك خلط في موضوع استعمال المصطلحات، يعني أنت تسميه منظومة ثقافية، النساء ترى هذا قهرا. لا، قهر غير المنظومة الثقافية. سنكمل هذا الحوار، ولكن تسمحوا لي لأنه مضطر أن أذهب إلى فاصل. بعد الفاصل مشاهدينا، عنفت في بيت زوجها وحياتها كانت جحيما وتستمر. هنا كانت البداية. مساء الخير. برنامج مختلف. وعلى مدى أسابيع تابعنا مشوار صناعة نجوميتهم. فمن منهم سيحصل على لقب ستار ونص؟ أنت الحكم. صوت للمتسابق المفضل بإرسال رقمه عبر الSMS. 1 سعد، 2 بامبي، 3 بودي، وذلك على الرقم المرادف لبلدك. ستار ونص، قصة نجومية. شو في؟ مالك؟ قرب طلعني من المباراة الجاية. وما قال لك شو السبب؟ آخر هم يعرف، طلعني. أنا اللي كنت طول عمري أحترمه. وليش ما تتكلم معه؟ مستحيل، انسى، عمري ما راح أكلم. مستغرب إنه طلعه، هو أصلاً مش قادر يسيطر على أعصابه. شو القصة؟ قبل شوي ما كان يحكي معه، مستحيل وانسى، هلا بيحكي معه. كان عصبي ومش بوعي، ودائما العصبية تخلف قرارات خاطئة. All of this can
تدخينك أم حياتهم؟ اجعل بيتك نظيفاً من الدخان. حياتك لا قيمة لها من دونك، فكر بصحتك. هيئة الصحة أبو ظبي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كما وعدناكم إليكم هذا التقرير الذي نتابعه يأتينا من مصر. جوزي بهدلني كتير ودمر حياتي، يعمل معايا العنف، الضرب والبتاع، واستنجد بالجيران. كانت في جيران يعني بتخاف ان هي تطلع تحوش زي اللي معايا في البيت، بيطلعوا يحوشوا مرة واتنين وبعد كده بقوا يخافوا منه. جوزي بدأ معايا العنف بعد أول خلفة من العيال. بيخنقني، ضربني بالسكينة بحتة حديدة بتاعت التوك توك عاملة بتاعت المنافلة. برضه قبل كده جري ورايا، خلاني طلعت، هربت منه فوق السطح، نطيت من 3 بيوت لرابع بيت، نزلت من عنده بيت اتحمى بالجري، لغاية ما في ناس من الشارع بعتوا لأهلي خلونا عندهم، لغاية ما راحوا جابولي بابا ووالدتي خدوني من عندي الجيران. كان موسم العيد، أهلي جايبين لي الموسم بتاعي. بعد ما مشوا أهلي راح مسك اللحمة هريكها في الأرض وراح راميها، وراح متهجم عليا، راح ضربني، فتح لي شفتي. كان ساعتها شارب بيرة. حتى جيراني تحت ما طلعوا راح رفع عليهم من المنافلة، بقي يتخانق معاهم، مش ليكم دعوة، واحد وزوجته محدش ليه دعوة. حتى ضرب جارنا ومحد يتكلم، واحنا برضو قاعدين في البيت مش بيخلي حد يتكلم، مهددهم يعني، بيتخانق معاهم كده يعني. حاول ان هو يجتمع معايا، انا مش رضيت، ان انا كنت تعبانة، كنت حاسة بوجع في ظهري ومكنتش اعرف ان انا ولادة. راح مسكني ضربني، فتح دماغي بإزازة الحاجة الساقعة. رحت جريت حافية ونطيت من المنور على الجيران اللي تحت. رحت بيت أهلي رايحين يخيطولي دماغي. راحت الدكتورة قالت لي لا، ده انت بتولدي. ولدت يوم راح جلع عندي أهلي وأكنه مفيش حاجة، وأبويا قال خلاص الصلح خير وعشان خاطر المولود الجديد. انا مش يعني ان انا ما اعرفش ان انا حد ان انا كنت اشكيله، كنتش اعرف يعني، انا كنت في حالي لغايه ما الناس يعني قالوا لي ان في ناس يشوفوا لك حقك وممكن يكلموه ويبطل العنف معاكي. بس انا مش مشيت يعني في الطريق ده، وانا متجوزه صغيره ومعايا منه اولاد، ومش عارفه اشكي مشكلتي لمين. وبعد ده كله مش عارف، ولا باين ان انا متجوزه ولا متطلقه، وانا الصراحه زهقت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دكتور لطيف، هل ما رأيناه هو منظومة ثقافية ولا قهر يلي أنت ذكرت وجوده قبل قليل؟ حضرتك دي منظومة ثقافية، لأن لا أفعل شيء إلا بناء على ما أفكر فيه. فالفكر السائد في بعض الأحيان قد يفعل في هذه، بالذات في هذه الطبقات.
اللي أنا عاوز أغيره، عاوز أغير سلوك هذا الإنسان، أغرره بمنظومة ثقافية أخرى تحل محل المنظومة السابقة. ولكن تشريع القوانين واستعداء الرجل على المرأة خطأ، التعميم خطأ. أنا أعلم الناس احترام المرأة، أنا أعلم الناس الاهتمام بالمرأة، أنا أعلم الناس كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض. طيب دكتورة ليلى، يعني هل الجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المرأة هل تقوم بدورها؟ يعني هناك نساء معنفات ليس في مصر فقط، في كل الدول العربية. لأنه مش كل النساء اللي يعنفوا يلجؤون إلى هذه الجمعيات، لكن في الغالب الجمعيات لا تستطيع أن تفعل شيء أمام سلطة الرجل. في كثير تدخلوا ومع ذلك فشلوا في أنهم ينقذون هذه المرأة. يعني هذه المرأة اللي معانية كل المعاناة، حتى بس أبين للدكتور وين القهر، وما زالت قاعدة في بيت هذا الزوج. لماذا؟ لأن المرأة إذا تطلقت مصيبة، إذا ترملت مصيبة، إذا تركت بيت زوجها مصيبة، أين تذهب؟ لا الأهل حيقبلونها مع أولادها ولا المجتمع حيقبلها كمطلقة، فهي مضطرة أن تقبل هذا القهر أولا لأجل أولادها. وإحنا الآن في يوم عيد الأم، لأنه أمومتها تخليها تحتمل أكبر من طاقتها عشان تحافظ على أولادها. ثم غير الأولاد أيضا أين تذهب؟ لأنه كثير من النساء خاصة هذه الطبقة لا تجد مكان تلجأ له إذا تركت البيت. فهي هذا القهر اللي ينزل على المرأة، أنه لا تستطيع أن تتخلص من هذا الظلم، لأن قد يأتيها ظلم أكثر. طب ماذا فعلت الجمعيات لإيقاف هذا القهر اللي حضرتك بتقولي عليه؟ ما تقدر. الأغلبية يا دكتور، احنا نتكلم سن القوانين، الأغلبية في شرقنا العربي المرأة هي التي تعاني وليس الرجل. الرجال هناك شواذ، يعني مرأة تضرب زوجها أو مرأة تخلع زوجها، ورجل برضه يضرب زوجته شواذ. لا ليس القاعدة عامة. لا يا دكتور، الأكثرية خلينا نقول 90% من الرجال يعنفون. في النص الأول من 2008 قتلت 139 امرأة في مصر، قتلت بسبب الانتقام لأنها طلبت الطلاق. تم قتلها من رجل. كم رجل؟ لا لأنها تجاسرت وطلبت الطلاق ورفضت هذا الرجل، هذا السيد اللي في البيت. 139 في 6 أشهر، 139 واحد في مجموع شعب 80 مليون. هل تعتبري هذه ظاهرة؟ أنا ما قلتش ظاهرة. طب ما هو أنت ماشية بانية. هو لابد أن تصل الأمور إلى أن تصبح ظاهرة. لابد أن تصل الأمور إلى أن تصبح ظاهرة. يعني حتى لازم تقتل نص مليون امرأة. هل هو السليم في أن أنا أسوق في الثقافة والمجتمع أن الرجل قاهر وظالم وأن المرأة مظلومة؟ ولا أغير المنظومة طبعا على الأقل هذه الغلبة الذكورية، هذه الغلبة الذكورية دكتورة هاتون في الرياض، وسيادة العادات والنزاعات القبلية، مسؤولية من؟ يعني من يغير مسألة الدكتورة هاتون تغير الثقافة والمجتمع هناك؟ خلينا نسألها لو سمحت لي دكتورة هاتون. صحيح أن هناك في إشكالية الثقافة، ولكننا نعتقد أنها الشماعة التي يرتكز عليها الكثير من المسؤولين عندما يعجزون عن القيام بواجبهم في وجهة نظري، لأنه أعتقد أنه هذه المخالفات أو هذه التعديات على حقوق المرأة يمكن بكل سهولة ضبطها إذا كانت هناك فعلا جدية حقيقية من قبل القيادات القضائية والسياسية التي بيدها أن تشرع من القوانين ما يلجم جماح التعديات على النساء وعلى الأطفال، وبيدهم أيضا محاسبة الرجال على تعدياتهم. لكن هي المشكلة في وجهة نظري أن هناك كثير من اعتماد وإلقاء اللوم على المجتمع وعلى المنظومة الثقافية لكي نركن وكي نسقر، واستخدام جملة أنه هذه ليست ظاهرة، بعد جملة أيضا يستخدمها كثير من الرجال وكثير من المسؤولين